اللي سبق وأن لعب إلى جانب العدالة وإلى جانب الفتح، وقبل أن يصل الخلود ترك مكانه دييغو محمد نايف. البدلاء الكرة اللعب وتسديدة والكرة في الشباك. هدف رابع ليوناردو، أصبح يتشارك مع متروفيتش لقب هداف الهلال ويسجل هدف رقم 12. الهلال يفتح القسم الثاني بالصدارة كما أنهى القسم الأول بالصدارة. الهلال لأنه من رسم حدود القمم يعرف كيف يستوطن القمم ويتربع على القمم. الآن يسجل الهدف الرابع عبر ليوناردو. شوف الكرة اللي وصلت إلى ليوناردو يعرف كيف يتمركز ويعرف كيف يأتي بالأهداف ويسجل للهلال هدف الرابع وهدف الشخصي رقم 12 في الدوري وهدف الشخصي الثاني في المباراة. والليلة يكتب أول نتيجة في تاريخ مواجهة الفريقين.